لان اول شيء احنا اخترنا الكره الشكل الخارجي، بعدين سالني انت بتلعبها ستريت مباشره ولا بتلفها؟ قلت له بلعب ستريت مباشره. قال لي بتستخدم ايدك الشمال ولا اليمين؟ قلت له انا شمالي. وبناء على ذلك بدا يرسم مخططاته الخاصه. اوكي يا اوكي نجرب. but I'm lefty wait عشان استخدم ايدي الشمال. Just relax. اوه هذا علم. Relax. Make it relax. اوكي اصبعي الكبير حطه هون، ما بعرف شو صار، شعرت انه صار مضغوط على اصبعي. بيشتغل علم طبعا اللي برسم ورسومات بعمل هون، عشان بعد شوي على الجهاز هذا حنشتغل على هذا الجهاز بحيث انه يحفرها. بعد ما اخذ قياسات اصابعي كلهم، الان راح يبدا عمليه الحفر. يظبط الاله تبعته واخذ الان استمتاع. انطلقنا. سبحان الله ورب الكعبة، قبل شي يومين بس كنت أفكر كيف بيصنعوا كرات البولينج. كنت ناوي أدخل على اليوتيوب أدور بس ما لقيت وقت، نسيت، ما بعرف شو شغلني ونسيت. بس أنا برجع بحكي لك إنه كنت أدور على الكرة نفسها كيف تنصنع، شو الحجر اللي بتنعمل منه، راح أرجع أبحث في الموضوع. أنا الآن بشوف كيف بتتجهز وتصبح كرة بولينج جاهزة للاستخدام. أورجيكم المنتج النهائي بعدين. سمان يعطيك العافية سمان، أبدع سمان يا إخوان. ها هي ذلك الكرة قد باتت جاهزة الآن، رسمي عليها محمد عدنان. هذه تطبع لك عليها اسمك محمد عدنان، وحتى اخترت أنا أنها تكون المقابض باللون الأخضر بهذا الشكل. وبعدين كمان على اللي اختار حذاء، اخترت هذا الحذاء الخاص هذا بالبولينج، حذاء خاص بالبولينج. شكرا لكل شيء، شكرا سمان، شكرا جيمول، شكرا لقسم البولينج الرائع الموجود عندهم، مكان بجنن. ومش بس بولينج، في عندهم أكل هون، في هذا المكان في أكل، وفي كمان بلاي ستيشن، قاعة خاصة للبلاي ستيشن، يعني مكان شبابي على الآخر. أنا بقول لعبد الله شو هالمكان الشبابي الخرافي اللي اكتشفناه الآن مؤخرا. كورس محمد عدنان، ام عدنان، حتاخذوا اكسين في نفس الوقت في جيمين مختلفين. جاهزين؟ انطلقنا. جاهزين للسترايك يا اخوان بكرتي الجديدة المطبوع عليها اسمي. قيل لي انه لا ارتضي الا ان يكون سترايك رسميا. سجل عندك، خذ فيديو مباشر من دون تقطيع. الذي لا البتة يدي اليسرى. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه جميعا. بدكم انا اتكلم بموضوع كيليان امبابي وما يحصل حاليا على الساحه. اهم خبرين هم خبر كيليان امبابي والمشكله الحاصله مع باريس سان جيرمان حول موضوع تجديد عقده لسنه قادمه او ان يخرج هذا الصيف، والامر الاخر هو استحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد. ابدا بالصغير الاول هو مانشستر يونايتد. اتوقعوا انه طالما صار تحت الحوزه القطريه الان يعني 5-6 صفقات قويه وجباره جدا المفروض هذا الصيف، مفروض ان لم تكن الان الضربه القويه فستكون في الشتاء ان شاء الله. موضوع كيليان امبابي بقرا مثلكم الاخبار، مثلكم بقرا الاخبار، ولكن اذا تكلم في الموضوع يا اخوان بتحكوا لي احكي، من يومين بتحكوا لي احكي، ما بتكلم الا بشيء جديد، ايش ما بتعرفوا. بدكم تعرفوا حاجه، ناصر الخليفي يا اخوان رئيس نادي باريس سان جيرمان رجل مش بسيط، هذا رجل داهيه. وشوف انا هذا الكلام بحكيه وانا انسان مش مع بي ان سبورتس، انا كنت يوم ما مع بي ان. على فكره لما امدح باريس سان جيرمان بعض الناس بقول لك لانك بي ان، انا مش بي ان، او لانك عايش في قطر، لا يعني لي ذلك صله على الاطلاق، لا يمت لي بصله. ولكن الحق يقال، هذا الرجل يا اخوان في المفاوضات، كنت اقول ان ناصر الخليفي كان هو مسؤول التفاوضات في قناه بي ان سبورتس لما كان مدير القناه، عفوا قبل ما يكون مدير القناه او رئيس مجلس اداره القناه، قبل كان مسؤول المفاوضات وجلب الحقوق. كلام كثير كبير، لانه هذا الرجل داهيه في المفاوضات، فكان هو اللي يروح ويجيب حقوق الدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري وما الى ذلك، هذه الدوريات الكبرى اللي حصلت عليها بي ان من زمان. كان رئيس فريق المفاوضات هو السيد ناصر الخليفي، فهو رجل داهية في المفاوضات. فهذا رقم واحد. الأمر الآخر، في صيف، مش في الصيف لا في الشتاء، في شهر واحد كنت في باريس، شهر واحد الماضي كنت في باريس، فجلست مع أحد أصدقاء السيد ناصر الخليفي، صديق له مقرب منه جدا جدا جدا، وقلت له احكي لي كواليس ما حصل في تجديد عقد كيليان مبابي بعد القصة الكبيرة صارت الصيف الماضي. يعني تذكروا ما حصل مع مبابي الصيف الماضي، والكل كان ينتظر منه خبر، ستبقى في باريس حتجدد، وتدخل طبعا ساركوزي، وتدخل ماكرون
وما الى ذلك، واقنعه بالبقاء في باريس. ايوه حكيت له اعطيني كواليس كيف جدد مبابي، كان خلاص على شفا يعني انه ينتقل خلاص لريال مدريد، وفجاه جدد سنتين. قال لي يا محمد ظاهر الامر كان في الاعلام انه مبابي صاحب اليد الطولى، ولكن حقيقه لو تعرفوا كواليس ما حصل في اليوم الاخير، في كواليس اليوم الاخير إذا تتذكروا الفيديو تبع كيليان مبابي، اول فيديو طلع وهو واقف فوق استاد بارك دي برنسس اللي هو حديقه الامراء، وان اخذ له فيديو واقف فوق ولف تيشيرت باريس سان جيرمان وما الى ذلك، كان لابس بدله بتذكر يومها. قال لي يومها فعلا احنا كنا في سقف، جالسين في اعلى طبقه في سقف ملعب حديقه الامراء، جالسين وبننتظر كيليان مبابي ووالدته فايز العماري، واتصل السيد ناصر الخليفي على كيليان وقال له تعال الان، ما مش عارف عشان ما على كيليان او على امه مش متاكد والله، وقال لهم احنا جالسين ننتظركم، يا بتيجوا بتوقعوا الان يا اما باي باي سلام عليكم غير مأسوف عليكم. فمع الضغوط اللي كانت على كيليان مبابي من عده جهات، علم انه باريس